لو انت او انتي لسه مفركشين قريب، يا ترى عملت موف اون ولا لسه؟ صحيح، هو الوداع يتقال في ايه؟ انا نجاة ايمن، ودي منصة سلامي للصحة النفسية. الانفصال بين اي اتنين مخطوبين، متجوزين او حتى مرتبطين من اصعب المواقف اللي بتعدي على الانسان وبيحس فيها بألم كبير. وبحسب مقياس هولمز راهي للتوتر، بيجي ألم الفراق او الانفصال في المرتبة التانية بعد ألم الفقد الناتج عن الموت. فسواء كنت راجل او ست، فمشاعر الحزن اللي هتمر بيها بعد الانفصال طبيعية، والمفترض ان تمروا بيها انتوا الاتنين. لكن ايه الاختلافات في الموف اون بين كل واحد فيهم؟ في مقال عن الفرق بين الجنسين في التعامل مع ألم الفراق، اشارت جراسيا اودل المتخصصة في الانثروبولوجيا ان الايام الاولى بعد الفراق بتكون البنت عادة في حالة انهيار، وده علشان الانثى عاطفية اكتر، فاحساسها بفقد الامان والمشاعر بيكون اعلى حبتين. هتلم اصحابها وتقعد تندب وتعيط وتتشحتف، وهيكون عندها حالة انكار ومستنية ان العلاقة ترجع، حتى لو هي اللي نهيها بنفسها، وتفضل في الدوامة دي لحد ما تخلص مخزون النكد اللي جواها. وفي المقابل الرجالة بيكونوا عاملين فيها جامدين وكله تحت السيطرة، ما ينفعش يعترفوا بالألم، وده بسبب تربيتهم اللي ما بتسمح لهمش بالضعف. فبيعيش حياته بعد الانفصال أقرب للطبيعي. يمكن كمان يحس إنه ارتاح من الخنقة والتليفونات والتحقيقات، انت فين؟ مع مين؟ هتروح امتى؟ كل ده على قهوة وسايبني؟ ده أحيانا بيدخل في علاقة تانية وراها بسرعة علشان يصرف انتباهه عن أي مشاعر ألم أو فقد. طب ايه بقى؟ إرسال المشاعر هيفضل واقع كده كتير؟ وبعد ما تعدي فترة سواء أسابيع أو شهور، كل واحد وعلاقته، بيبدأ الراجل بعدها يستوعب ألم الفقد ويحس بالندم والتسرع. ده غير مشاعر الغضب والعدوانية اللي بتوصل أحيانا لتهديدات لشريكته السابقة، ومش قادر يتقبل فكرة إنها ما بقتش تحت سيطرته العاطفية. وفي المقابل ليالي الدموع اللي عملتها البنت وسط أصحابها، وفي الخلفية أغاني تامر عاشور، نجتها من حالة التوتر والاضطراب اللي بتكون بعد الفركشة، اللي اسمها في علم النفس إدارة المشاعر. يعني إنك تعيش إحساسك في وقته وما تكبتهوش، وتعبر عنه بحرية من غير ما تخاف من نظرة اللي حواليك أو إنهم يتهموك بالضعف، لحد ما تتعافى من أثرها بشكل طبيعي. لأن عدم إدارة الرجالة لمشاعرهم بتخليهم عرضة للاكتئاب أكتر من الستات. فرق التوقيت بين الجنسين بيخلي كل شخص يحس إن التاني مش فارق معاه، أو إن العلاقة كانت وهم وكذبة ومشاعرهم مزيفة. الست هتتهم الراجل في فترة عدم مبالاته إنه محبهاش وكان بيكذب عليها، والراجل على بال ما يفوق ويحاول يرجع لها هتكون هي تجاوزته، فهيتهمها انها بياعة. لكن الاتنين عاشوا مشاعر حقيقية وقت علاقتهم مع بعض، والاتنين اتوجعوا من الانفصال، بس كل جنس وطريقة إدارته لمشاعره بتختلف. مش مهم مين تخطى ومين عمل موفون الأول ومين شاف حياته وارتبط بعد الإكس، المهم إنكم تعيشوا مشاعركم بشكل طبيعي ومحدش كبير على الألم. وافتكر دايما إن طريق التعافي ممكن يكون طويل، لكن مع وجود متخصصين هيساعدك تفهم نفسك أكتر وتقرب للشفاء. أنا نجاة أيمن، ودي منصة سلامي للصحة النفسية.